طريقة عمل دبل تاتش اليوم، مو بس طريقة عمل دبل تاتش، يعني شرح كامل للمبتدئين اليوم. مثلا وين نيمار، هذا نيمار، نريد نسوي لك فد بعض السوالف، انه شوف شلون هيك يصير، شلون هيك يسوي بطريقة خفوفية جميلة. أنا ما أعرف كلش يعني ضابطها، بس على مود أنت تعرف. الكل ما عليك، هذا مو جير، توديه على هاي وتدوس له ضغطة انطلاق أو داش، إذا بالإنجليزي داش، إذا بالعربي انطلاق. فشو هسه هيك هسه يعني حتى لف ودوران موجود، شوف لف ودوران. فاليوم شلون هسه تسوي الR2 بعد ما خلينا نسوي بالبداية نسوي بعد مراوغة والدبل تاتش أو مراوغة كلها. تنطبق ترجع، وهيك تكون انت تعلمت. يعني مثلا تريد تسوي دبل تاتش، مثلا تريد تسوي دبل تاتش، بشرح حكيم أولي مراوغة، هي كلها مراوغة، فاني اسميها دبل تاتش، بس هي مراوغة، لأن دبل تاتش تكون بس هاي الدبل تاتش تكون هسه سويها بنيمار. وينك يا نيمار؟ ايها دبل تاتش هيك هيك، ها هي الدبل تاتش هيك هاي دبل تاتش. بس اكو هواية من الطرق للمراوغة يعني غيرها، مثل هاي بيدرون شو بس عندك بيرلو، ويلي يو بيرلو جايبها صح، عارض هنا كل عرضات. هسه شلون انه شوف هيجي هاي يطلع مال التقدم، شلون تسويها؟ بالبداية نشوف مثلا تريد تنطي الأشرف حكيمي، شو تسوي؟ انه شنو انه هذا مو تريد تنطي ووجهت السهم عليه مرتين، بمرتين تصير حتى تصير سهل. مثلا تريد هذا راح يصير، هذا راح يصير، وبيرلو بالتسديدة حلوة. هسه افتهمتوا شلون اسوي لكم بعد، تفتهمون شوية. تعال خلي نسوي بعد. حتى يعني لو مرة واحدة، مرات تنجح بمرة واحدة لو هي ناجحة. شوف أنا أستعمل مرة واحدة بس هيك بهواي، يعني هيك ضغطة هيك توصل هيك يعني تغير شوية حركة من مكانه حتى تنجح وياك الطريقة. وهاي كلها هسه شلون تسوي الR2 الشقاقي، شلون تسوي R2 شقاقي حتى العرضية. شوف راح يهجم. شلون تسوي R2 شقاقي؟ أنا استخدم بالR2 دائما هو نيمار، استخدم نيمار. إنه شوف هسه هذا مو سر التسديد، شنو تنزله لي جوه؟ يعني شلون تنزله لي جوه؟ يعني هذا مو زر التسديد، تنزله تحت هاي تحت هذا الخط اللي أنا مسوي لك، نزله هيك، افتهمت؟ تنزله تحت هذا الخط اللي هسه أنا سويت لك وبس. يعني هسه شوف وشنو هذا الجير ترجع لي ورا،
شو هنا شلون اسوي هاي؟ اصبروا لي شباب، اصبروا هسه. شوف اسمو هاي يحتاج بخفة تنجح. اذا بهواي ما راح يصير تسديدة. شوف هسه ده هواي، شوف هسه انا شوفك على برناردو سيلفا. شوف اذا هيك وسوي عليه، شوف ما راح تصير تسديدة. فما راح تصير تسديدة. اوكي فهمتوا؟ فهي هاي طريقة يحتاج انه تتعلموها. فشنو هسه نيمار هذا نيمار، انه تسويها هيك خفيفة حتى تنجح وياك. ويلي ارتو شقاق. بس اذا وصلها غير الا يسكنها الشباك ويقولها مع السلامة باي باي بالانجليزي جود باي. هسه نسوي مرة ثانية يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وهو ترجعها وهيك. بس انا سويتها اعذروني سويتها يعني طويلة، وهو كل ما هذا بالسالفة. بس راح اعلمكم غيرها. شو بيدري سوى نفس مال لوكا مودريتش. سوى نفس مال لوكا مودريتش يا حبيبي يا حبيبي. وكل ما بالسالفة يا عزيزي المشاهد. سهل. هو لف الدوران ان الطوبة هي تلف. راح شلون تضرب تسديدة البنفسجية. انه هذا التسديدة بعد سويت انه هاي التسديدة راح اخليكم خط هذا علينا. هذا الخط توصلها تحت، يعني هو تدوس وتوديه لهاي وراح تصير بنفسجية. وعندك طريقة ثانية بس انا اثنيناتي افضلهن، انه الطريقة الثانية توصلها تحت هذا الخط الاني همينة اصير وياك. بس اتوقع على اليسرى اضبط، اللي هسه هذا على الشاشة هو الاضبط اتوقع. لين هسه خلينا نجرب ونشوف، وانتو هسه راح اجرب والاحسن سووا. حلو. هسه هذا على اليسار سويت لكم خط، هسه على اليمين ونفس اللاعب مبابي. حتى ليش ننظم. هسه اللي علي هسه القولنا على اليسار، العفو على اليسار. هسه على اليمين. يلا لو تنضربون عارض. نجرب بعد مرة لأن أنا سويت الجير خليت على اليسار شوية. انتوا اللي تريدون جربوها. وإذا وصلنا 18 لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. بيس مع السلامة.